السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. والآن نترككم مع الأخبار. رسميا الهلال يعلن تعاقده مع ثيو هرنانديز. ثيو هرنانديز يوجه رسالة لجمهور الهلال ويتحدث عن طموحاته مع الهلال. إنزاغي يحاول إقناع مهاجم فيورنتينا بالانضمام إلى الهلال. جيسوس يوقع على عقد تدريب النصر. 15 دقيقة تمنح حمد الله مكافأة كأس العالم للأندية مع الهلال. جوميز يفاجئ هرنانديز بهذه الرسالة بعد الانتقال إلى الهلال. سعود عبد الحميد يرفض مغريات العودة إلى الدوري السعودي. أعلن نادي الهلال السعودي أمس عن تعاقده مع الفرنسي ثيو هرنانديز قادما من ميلان الإيطالي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكتب نادي الهلال السعودي على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: من ميلان إلى العاصمة السعودية الرياض، ثيو هرنانديز هلاليا. واجتاز الفرنسي ثيو هرنانديز الفحص الطبي في نادي الهلال السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس، ووقع على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الأزرق. وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي الهلال سيدفع 35 مليون يورو نظير التعاقد مع ثيو هرنانديز من ميلان الإيطالي، على أن يحصل اللاعب على 20 مليون يورو سنويا. ويعتبر ثيو هرنانديز ثالث صفقات نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي بعد الثنائي علي لاجامي وعبد الكريم دراسي. وفي ذات السياق وجه الفرنسي ثيو هرنانديز ظهير أيسر الهلال رسالة إلى جمهور الفريق الأزرق بعد انضمامه قادما من AC ميلان الإيطالي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كتب ثيو هرنانديز عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي: انضم إليكم بحماس وطموح والتزام للمساعدة في إبقاء هذا الفريق في القمة. وتابع نجم الهلال الجديد قائلا: شكرا للجماهير على الترحيب الحار وللنادي على ثقتهم. أنا هنا للمساهمة من خلال العمل الجاد والجهد والرغبة في المنافسة على كل شيء. وبات ثيو هرنانديز ثاني لاعب فرنسي ينضم لكتيبة الهلال بعد المهاجم جوميز الذي لعب لصفوف الفريق الأزرق خلال الفترة من 2018 حتى 2022. وجاء تعاقد الهلال مع ثيو هرنانديز بطلب من الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق الذي يعول على لاعب ميلان السابق ليقود زمام الجبهة اليسرى بنجاح في الموسم المقبل. وفي ذات السياق حرص المهاجم الفرنسي جوميز على الترحيب بمواطنه ثيو هرنانديز بعد انضمامه إلى الهلال السعودي قادما من AC ميلان الإيطالي، حيث قال جوميز في رسالته لثيو هرنانديز عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: مرحبا بك في عائلة الهلال، هذا النادي الأسطوري في بلد رائع يفتح لك ذراعيه اليوم. وتابع جوميز قائلا: نتمنى أن يجلب لك هذا الفصل الجديد السعادة والسكينة والنجاح داخل الملعب وخارجه. واختتم نجم الهلال السابق: هنا ستجد ترحيبا دائما، دعما لا يتزعزع، وشغفا لا ينام أبدا. مرحبا بك في بيتك، المجد أزرق. ومن جانب آخر يفاوض الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب نادي الهلال مواطنه مويسكين مهاجم فيورنتينا للانضمام إلى الفريق السعودي، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبدأ نادي الهلال البحث عن خيارات هجومية أخرى بعد فشل التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الذي بات على مشارف الانتقال إلى صفوف جالتاسراي التركي بعقد دائم. وافاد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي بأن نادي الهلال يريد استقطاب مويسكين لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأزرق. وقال شيرا أن المدرب إنزاغي تواصل مع مويسكين لإقناعه بخطوة الانضمام إلى صفوف الهلال. ويعرض نادي الهلال على مويسكين توقيع عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029 مع راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو. وأضاف المصدر ذاته أن مويسكين لديه في عقده مع فيورنتينا شرط جزائي بقيمة 52 مليون يورو سار حتى 15 من يوليو الجاري. ويرتبط مويسكين صاحب 25 عاما والذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو بعقد سار مع فيورنتينا حتى يونيو 2029. وانضم مويسكين إلى فيورنتينا في صيف 2024 قادما من يوفنتوس، وقد خاض مع الفريق 44 مباراة وسجل خلالها 25 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه. ومن جانب آخر قرر مسؤولو نادي الهلال السعودي صرف مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق السابق بعد مشاركته لمدة 15 دقيقة أمام فلومونينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة.
وتعاقد نادي الهلال مع عبد الرزاق حمد الله قادما من الشباب الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قبل الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، وذلك بناء على توصية من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بحسب التقارير. وبحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن إدارة الهلال ستمنح اللاعب المغربي مكافأة مالية نظير مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال أبلغت عبد الرزاق حمد الله بحصوله على مكافأة مونديال الأندية خلال الساعات القليلة الماضية. وفي سياق منفصل، رفض سعود عبد الحميد لاعب نادي روما الإيطالي عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن أحد أندية دوري روشن دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية مع سعود عبد الحميد لضمه هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن سعود عبد الحميد رفض العرض رغم أنه كان مغريا للغاية سواء من حيث الإعارة أو البيع النهائي. ويرغب سعود عبد الحميد في الاستمرار ضمن تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الموسم المقبل. وتشير التقارير إلى أن سعود عبد الحميد بات قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي تولوز الفرنسي في الميركاتو الجاري على سبيل الإعارة من روما الإيطالي. وكان سعود عبد الحميد انضم إلى نادي روما في صيف العام الماضي قادما من الهلال السعودي مقابل 3 ملايين يورو. وفي سياق منفصل، وقع البرتغالي جيسوس المدير الفني السابق لفريق الهلال على عقود تدريب الغريم التقليدي النصر خلال الفترة المقبلة. ودخل نادي النصر في مفاوضات مع جيسوس خلال الفترة الماضية من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل بعد نحو شهرين من رحيله عن تدريب الهلال. وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي النصر وقع مع المدرب البرتغالي على عقد يمتد لمدة موسم واحد فقط. وكانت الصحيفة قد كشفت في وقت سابق أن جيسوس سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع المقبل من أجل بداية رحلته مع النصر. وتولى جيسوس قيادة الهلال في ولايتين شهدت الثانية نجاحات كبرى في الموسم الأول بحصد لقبي الدوري والكاس بالإضافة إلى كاس السوبر السعودي مرتين، غير أن تلك الرحلة الناجحة لم تكتمل بعد أن خرج الزعيم خالي الوفاض في الموسم الماضي دون أن ينجح في الحصول على أي ألقاب. يذكر أن النصر أعلن في وقت سابق رحيل مدربه الإيطالي السابق ستيفيانو بيولي بالتراضي ليتولى قيادة فيورنتينا في الموسم المقبل.